كان في حد بيسرق الميني فيجرز من على الليجو ميلينيوم فالكن بتاعتي لمدة 3 أسابيع، وكنت مصمم أعرف مين. هان سولو، تشوباكا، لاندو، أحسن الشخصيات كلها اختفت، واللي كان بياخدهم كان عارف بالظبط هو بيختار إيه، ولسه ما خلصش. استبعدت أخويا الصغير الأول، راقبته 4 أيام كاملة وما قربش من أوضتي خالص. أمي ما تفرقش بين ميني فيجر ووردة مشبك ورق، وأبويا ما طلعش فوق بقاله أسبوع. فاضل شخص واحد، صاحبي ريكي، بس كان لازم أتأكد. المرة اللي جه فيها عندي فضلت قاعد تحت طول الزيارة. أول ما مشي طلعت جاري على أوضتي أشوف، لقيت رثنان دثنان اختفى. يبقى ريكي رسمت خريطة لكل الشخصيات اللي فاضلة على السفينة، وكنت عارف بالظبط هيستهدف مين بعد كده. دارث فيدر أحسن شخصية لسه موجودة. اشتريت أكبر برطمان جليتر أحمر ناعم لقيته وركبته في مصيدة فئران، ودفنت كل ده تحت رجلي دارث فيدر. وبعدها عزمت ريكي يجي تاني اليوم اللي بعده، وسبته يطلع فوق قبلي. كنت واقف في الطرقة لما سمعت صوت طاق عالي دخلت الأوضة، ولقيت ريكي واقف متجمد في نصها، عينه مفتوحة على آخرها ومغطي من فوق لتحت بالجليتر الأحمر. ماسك دارث فيدر في إيد، ومصيدة الفيران قافلة على صباعه في الإيد التانية. قال بسرعة: كنت هرجعهم. خليته يفضي الشنطة بتاعته على الأرض، والمصيدة لسه متعلقة في صباعه. كان سولو، شوباكا، لاندو، رثنان، دثنان، كلهم كانوا هناك. كان بيسلمهم واحد واحد، والجليتر الأحمر بينزل من على حواجبه. لما أمه وصلت بالعربية نزلت ومسكت وشه بإيديها الاتنين وقالت: إيه اللي حصل لك؟ ريكي بصلي وقال: كنا عاملين مشروع إشغال يدوية. ولما جه يقفل الشنطة دارث فيدر وقع منها على الأرض وسط سحابة من الجليتر. أمه بصت على دارث فيدر، وبعدين بصت لريكي، وبعدين بصت لي. أنا هزيت راسي بهدوء وقلت: مشروع إشغال يدوية.